النقطة. خلينا ندخل في الموضوع على طول، وهي منهج متكامل لدراسة علم العقيدة دون أن تضطر أن تمر على كتب الوهابية. احنا قررنا في الحلقة الماضية أن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب الخلف ده فيه مدرستين، مدرسة الأشاعرة والماتريدية. لو أنت حضرتك أشعري فخلاص روح للأشاعرة، هم عندهم منهج متكامل وواضح، وعندهم المتون بتاعتهم والشروح والدنيا عندهم واضحة ما فيش فيها كلام خلاص، وهم أدرى بها من غيرهم. يعني أنا مش هنصحك تبقى أشعري إزاي، هم عارفين يبقوا أشعرة إزاي. لو أنت ماتريدي هتروح للماتريدية، عندهم الشروح بتاعتهم، المتون والشروح والحواشي والدنيا واضحة زي الفل. المشكلة فين بقى؟ المشكلة في الإخوة السلفيين، ان هو عايز يدرس العقيدة السلفية. انا بقول لحضرتك روح كده لأي شيخ سلفي، قول له يا شيخ لو سمحت حط لي منهج في العقيدة، حط لي منهج في العقيدة، عايز اتعلم علم العقيدة. اتعلم ايه؟ هيقول لك حاجات، هيقول لك كذا كذا كذا. طيب سيبه وروح لشيخ سلفي تاني، قول له لو سمحت يا شيخ ضع لي منهج في العقيدة، عايز اتعلم علم العقيدة. هيقول لك كلام ملوش علاقة باللي الراجل ده قاله، هيقول لك كلام مختلف خالص. روح لحد ثالث، لو سمحت يا شيخ عايز اتعلم علم العقيدة، هتلاقيه قال لك كلام مختلف عن الاثنين الاولانيين. وهكذا لو رحت ل10 شيوخ قلما 2 منهم يتفقوا على شيء، هتلاقي كل واحد بيقول كلام ملوش علاقة بالتاني. دليل ده ايه؟ دليل ده ان اصلا ما فيش منهج لهذه العقيدة. هذه عقيدة حادثة، يعني هذه عقيدة مبتدعة مخترعة ما لها أصول ولا جذور يرجع إليها طالب العلم. لذلك هتجد إن هم بيضطروا رغم أنوفهم إن هم يدرسوا متون ما هياش متون عقدية أصلا. يعني تعالى كده شوف الشيوخ السعودية، الشيوخ السلفية بيدرسوا متون العقيدة. فين المتون اللي عندكم يا عم الحاج؟ يقول لك كتاب التوحيد. طب هو ده متن؟ يعني كتاب التوحيد بتاع محمد بن عبد الوهاب ده كده متن؟ يعني هل ينطبق عليه أي معيار من معايير المتون العلمية؟ هل كتاب التوحيد ده متن علمي؟ ما له علاقة بالمتون. كشف الشبهات ما له علاقة بالمتون. مش عارف ايه الثلاثة، الحاجة الثلاثة كده بتاع محمد بن عبد الوهاب، الشبهات الثلاثة ولا مش عارف الأصول الثلاثة بتاع محمد بن عبد الوهاب. الحاجات دي كلها كنت بشرحها، يعني كل الحاجات دي كنت بشرحها. ربنا يسامحني بقى ويغفر لي، كنت بشرح الحاجات دي للإخوة. ربنا يغفر لي بقى ويسامحني، ربنا يغفر لي ويسامحني. كنت بقعد اشرح الكلام ده والإخوة كانوا بيقعدوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي وارحمني ولجميع المسلمين، حتى لا أكون يعني خصيت نفسي بدعوة، ولكن أنتوا ادعوا لي بظهر الغيب. يعني الأصول الثلاثة ده مش متن علم. فين يعني أين معايير المتون العلمية في هذه الكتب؟ طيب يروح بقى عشان ما يبقاش كله محمد بن عبد الوهاب يقول لك تعالى اشرح لك كتب ابن تيمية. طب فين يا حاج؟ تعالى بقى شوف العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، العقيدة التدمرية. طب هي دي متون علمية؟ يعني العقيدة الواسطية دي متن علمي؟ متن علمي. العقيدة التدمرية دي متن علمي. العقيدة الحموية دي متن علمي. هذه ليست متون علمية، ليس فيها أي معيار من معايير المتون العلمية. وابن تيمية نفسه رحمة الله عليه لم يصنفها على أنها متون علمية. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صنف الحاجات دي ما كانتش متون علمية. ابن تيمية لو عايز يعمل متن علمي في العقيدة هيعمله بالشكل ده؟ يعني انت واحد بحجم ابن تيمية وعلم ابن تيمية ورسوخ قدم ابن تيمية رحمة الله عليه، لو حب يعمل متن عقدي او متن علمي هيعمله بالشكل ده؟ ما كانت متون علمية، دي كانت رسائل. انت عارف العقيدة الواسطية دي ايه؟ واحد جاله من مدينة اسمها واسط قال له اكتب لي رسالة في عقيدة اهل السنة والجماعة، ملخص عقيدة اهل السنة، وراح اعمل له الرسالة دي وبعتها رسالة جواب. يعني ما هي كتاب مصنف ولا هي متن علمي ولا اي حاجه. الحمويه نفس الحكايه، جاله واحد من مدينه اسمها حماه قال له اعمل لي رساله، فراح كاتب له رساله جواب. وهكذا. فما هي متون علميه ولا متون عقديه ولا شيء. بدليل ايه؟ ان حتى تلامذه ابن تيميه وتلامذه تلامذتهم وكل مدرسه ابن تيميه لحد الوهابيه ما في ولا واحد اعتبر دي متون علميه وشرحها. يعني لو كانت الواسطيه دي متن علمي كان اولى ناس يشرحوها مين؟ كان تلامذته. كان ابن القيم شرحها، كان ابن عبد الهادي شرحها، كان ابن ناصر الدين الدمشقي شرحها، كان الذهبي شرحها، كان ابن ابي العز الحنفي شرحها. دول ابن ابي العز الحنفي طبعا من تلامذه تلميذ ابن كثير. وهكذا المدرسه دي كان ابن تيميه مدرسه ممتده. يعني اللي بيقول لك يا ابن تيميه ما فيش حد تبع مدرسته من بعد، لا، مدرسه ابن تيميه مدرسه عريقه وممتده وانتسب اليها علماء كبار. المدرسة الرصينة دي مدرسة ابن تيمية ما في أحد في هذه المدرسة اعتبر إن الواسطية ولا التدمرية ولا الحموية متون علمية وقعد شرحها، عمل لها شروح. ما فيش حد عمل كده. ابن القيم لما حب يشرح متن شرح كتاب الهروي منازل السائرين،
ابن ابي العز الحنفي لما حب يشرح متن شرح متن الامام الطحاوي، ما شرحش كتب ابن تيميه لانها ما هياش اصلا متون علميه. فالسلفيين المعاصرين عندهم مشكله، هم نبت حادث، يعني هم نبت سطحي على وش الارض، ما لهم جذور علميه، ما لا يرجعون لشيء. علشان كده بيضطروا رغم انوفهم يشرحوا كتب مش على عقيدتهم. يعني يشرح العقيده الطحاويه، العقيده الطحاويه دي عقيده كلاميه. الامام الطحاوي ده كان متكلما، كان يستعمل، يعني شوف بيقول لك هنشرح العقيده السلفيه بمتن كلامي. طب ازاي؟ ده هي اصلا العقيده السلفيه، يعني العقيده السلفيه اصلا هي نقيض عقيده المتكلمين. يعني مذهب السلف هو نقيض مذهب المتكلمين، نقيض مذهب الخلف. يعني انت عايز تعمل ايه؟ تشرح لطلاب مثلا مذهب الشافعيه فتروح تجيب متن حنفي وتشرحه بشرح شافعي، هو في كده؟ ده هو ايه؟ الشافعيه ما عندهمش متون يشرحوها يعني ولا ايه؟ حاجه غريبه جدا. فده متن كلامي، متن الطحاوي ده متن كلامي. هتلاقي الاشاعره والماتريديه بيشرحوه هم محقون لان هو متن كلامي، يعني ماشي في سكتهم، تبعهم، تبع مدرستهم. ولكن يجي السلفيين لانهم يا عيني ما عندهمش متون، ما فيش اي متون تقرر عقيدتهم ديت خالص. ما فيش ولا متن علمي، ولا متن علمي نهائي يقرر عقيدتهم، ولا متن علمي يقرر عقيدتهم. فيضطروا المساكين يروحوا يجيبوا متون كلاميه ويشرحوها، ويقعد بقى طول الشرح يقول لك لا اصل لا نوافق على هذه الكلمه، اصل مش عارف ايه، اصل ويقعد بقى ايه يعدل في المتن اللي الامام قاله علشان يمشي على الكلام اللي هو عايزه، يمشي على العقيده بتاعته هو اللي هم اخترعوها ديت. يروح مثلا يجيب العقيده السفارينيه. طب العقيده السفارينيه مش تبعكم، ده السفاريني ده حنبلي، ايوه بس ما كانش على العقيده بتاعتكم انتوا دي. بل السفاريني كان يقرر عقيده الحنابله اللي هي مذهب الاثبات والتفويض، ويعتبر التفويض عقيده من معتمده لاهل السنه والجماعه. انت ما بتعتبرش كده، ده انت بتقول المفوضه شر من المؤوله. فشوف بقى حاله العجز والضعف وقله الحيله اللي عند السلفيين تدلك على ايه؟ تدلك على انهم نبت سطحي لا جذور له. سؤال بسيط بقوله تاني مره عشان اللي ما خدش باله من كل اللي انا قلته تاني، او بقول لك اين المتون العقديه التي تقرر عقيده السلفيين زي ما هم كده بيقولوها؟ فين؟ هات لي متن واحد، متن علمي واحد، متن علمي واحد يقرر عقيده السلفيين زي ما هم بيصدروها للناس. فين؟ لا يوجد ولا متن علمي واحد، ولا متن علمي واحد.